حقيقة الصحراء المغربية، وشنو حقيقة الصحراء المغربية، وشنو حقيقتك يا صج والله الصحراء المغربية، وليش رحت حق الصحراء المغربية؟ شوفوا هذه أول مرة أنا بكشف الستارة عن موضوع الصحراء المغربية، وليش أنا رحت حق الصحراء المغربية. شوفوا، أنا أول ما بديت في المغرب بديت أول ما رحت مراكش أول مدينة لي، وعقبها رحت شمال قعدت شهرين وشفت المدن كاملة وكملنا، يعني ما في مدينة ما رحت لها وانتم شايفين، اللهم لك الحمد. فشفت كم فيديو عن مدينة الداخلة، مدينة العيون، فكاتبين العيون الصحراء المغربية، الداخلة الصحراء المغربية. فتكلمت قلت أنا شنو إن شاء الله أول ما أرد إن شاء الله المرة الجاية حق المغرب أبى أروح حق الصحراء المغربية. شفت ناس جوني خاص اللي يكلمني على كل المواقع، يعني في ناس صراحة، في ناس شوي مخه ويضرب، والله غير نقطعك، والله ماني عارف ايش، والله انت حداك توصل، هذه ما هي صح، يعني ما هي مغربية، وماني عارف ايش، وانت حداك انك توصل، والله العظيم انك ما راح توصل حق اهلك، والله ما راح ترجع، اللي يدخل هذاك المكان ما يطلع سالم. انا شخص احب التحدي. يوم كان انا من عمري 13 14 سنة انا اسافر، اهلي ايسوا من عندي، زواجي الحين ايسوا، كمل عمري 32 سنه ايسوا، ما في اسوي شيء اللي داخل مخي. فاحب العناد، انا احلى شيء عندي في الحياه هو العناد، عناد طريق الصحيح. قلت اوكي، رحت قلت صحيح ان هذه صحيح انهم صحراء مغربيه، يعني شلون يقولون؟ رحت دشيت، قالوا انك ما يصير تدش العيون، وشفت الفيديو حقي انه ممنوع ولازم تدخل جوازك وما انا عارف ايش، ولا رحت العيون وصورت، رحت الداخله وصورت، رحت بوجدور وصورت، رحت السماره وصورت، رحت كل المدن، وصلت للحدود الموريتانيه وصورت. فاحب العناد، فقالوا خلاص مسكت في راسي الصحراء المغربيه، خلاص خذيت هذا الموضوع فخر وتاج على راسي. فلهذا السبب موضوعي حق الصحراء المغربية، وأول مرة أنا أكشفه. عاندوني بعض الناس وقلت مرحبا ويا هلا ويا مرحبا، أحلى عناد مع أحلى واحد يحب العناد في الحياة. قلت حياكم الله، ورحت وصورت. قال ما راح يستقبلونك أهل الصحراء. والله استقبلوني، والله إني ما دفعت فلس واحد من جيبي، سكن أكل شرب سيارتي ما. الناس اللي استقبلوني وتحديدا في العيون، ناس شيء اكابر، ناس من، وخصوص ناس من قبيله الركيبات. قبيله الركيبات هي القبيله الاولى